السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا مكرونه بشاميل من اهم الوصفات اللي لازم تكون موجوده على سفرتك، بالذات لو في اي عزومه. وعلشان تكون معاكي ناجحه شوفي الفيديو للاخر. اول حاجه بحط ميه كده على النار، بحط فيها بس معلقه ملح، بسيبها تتسلق. طبعا بسويها زياده عن المكرونه العاديه علشان انا عايزاها تكون مستويه شويه زياده عن المكرونه العاديه. بعد كده هعمل بقى العصاج بتاعي. لو انت عايزه تحطي لحمه مفرومه مفيش مشكله، لكن انا هعملها بالكبد بتاعه الفراخ، بتكون حلوه جدا ولذيذه. اول حاجه بحط معلقه من الزيت وقطعه من الزبده. بعد كده بحط بصلتين كبار كده مفرومين، بقلبهم كويس. وبكون غاسله بقى على جنب كده الكبده كويس جدا بملح وميه وليمون ودقيق. بعد كده بصفيها، بعد كده بحطها بقى على البصل واحط عليها الطماطم وفلفل. لو عايزه فلفل حراق مفيش مشكله، بتحطي البهارات بتاعتك بقى، كزبره ناشفه، فلفل اسود وملح، وبسيبها تستوي على النار. بعد كده هعمل البشاميل بتاعي. بحط معلقه من الزيت وقطعه من الزبده و3 معالق كبار من الدقيق، وبسيبهم كده يتحمروا في الزبده. بفضل اقلب فيهم كده. بعد كده بنزل بكيلو من الحليب، وعليه بقى البهارات بتاعتي اللي هي ملح وفلفل اسود ورشه كده من جوز الطيب، وبقلبها كويس وبتكون جاهزه عندي. بعد كده بجيب بقى الحله اللي انا سلقت فيها المكرونه بعد ما صفيتها، بحط فيها كبشتين كبار من البشاميل وبقلبهم كويس جدا. بعد كده بجيب الطاجن بتاعي اللي هحط فيه البشاميل او المكرونه. بعد كده بحط طبقه كده من المكرونه، وبعد كده الحشو بتاعي. لو عندك لحمه مفرومه مفيش مشكله، لكن انا بحبها بالكبد والقوانص. بعد كده بحط الطبقه التانية من المكرونه. طبعا انا بحط على المكرونه كلها بشاميل علشان تمسك وتكون ماسكه لما تيجي تقطعيها تكون كده حلوه. بعد كده بنزل بقى بقيه البشاميل على الوش. ولو عندك بقى جبنه حطي جبنه كتير، هي دي سر نجاح المكرونه بشاميل. حطي جبنه كتير لو كان عندك جبنه شيدر او جبنه موتزاريلا او اي نوع من جبنه، حتى لو جبنه رومي. وبدخلها الفرن لمده نص ساعه على رف اوسط على نار متوسطه. وطبعا ما بعليش الفرن من فوق او مش بفتح الشوايه، بسيبها كده تاخد النار من تحت، وبتطلع بالشكل ده واللون التحفه ده. بتكون حلوه جدا وجوسي جدا من جوه. طبعا بحب اكلها سخنه، في ناس بتقطعها ساقعه علشان تتقطع قطع، لكن انا بحبها تكون كده ويكون البشاميل سايح بالطريقه دي، بتكون تحفه جدا. وبس كده فيديو النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم، طريقتي في البشاميل تكون عجبتكم. يا رب تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.